السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا مش هطول عليكم في بداية الفيديو لان هو فيديو انا عايزاه يفيد اي حد بيدور على اي غسالة، يعني غسالة الفوق اوتوماتيك. دي غسالتي شارب 11 كيلو، جايباها يعني اقل من سنة، فاهمين يعني؟ تجربة كام شهر كده. دي غسالة جديدة انا جايباها غير غسالتي بتاعة الفرح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا كده، مش هطول عليكم. دي الحلة بتاعتها اهي، يعني حجمها محترم. انتوا عيلة كبيرة ممكن تجيب 13 كيلو، عيلة يعني صغيرة 11 كيلو ده يعني حجمها مظبوط. بصوا كده، الباب طبعا بيقفل لوحده. تمام. هنا عندي السخن والبارد، والفيشة محطوطة والصرف يكون عالي. تمام اهو. هقول لكم بقى ازاي بدور الغسالة، وهقول لكم برضو عيوبها ومميزاتها والحاجات اللي كانت مزهقاني منها وعرفت حلها دلوقتي، واقول لكم حاجات كتيرة قوي. بس الغسالة دي هقول لكم بقى هي برجحها ولا ما برجحهاش في الاخر. اول حاجة هنا، في هنا زرارين، الاون تشغيل والاوف اهو. بتك اون اهو. انا بقى بحدد الدورة بتاعتي اعتيادي اهوت. انا مقربة بس افتح الكشاف. اعتيادي الهدوم العادية، غسيل سريع اللي هو يعني مش وسخ قوي، بطانية للبطاطين عناية بالطفل، يعني بتزود شطف، فاهمين؟ اللي هو الشطف بيزيد، لان طبعا معروف ان الاطفال يعني هدومهم بتبقى عايزة تشطيف كويس. هنا خفيف لو الغسيل ملايات مثلا، حاجات اللي هي ما بتتوسخش. تقيل هنا لما تكون الهدوم وسخ. قطن ديت اللي هو مثلا مش عايزين ميه سخنه ولا حاجه، جينز. هنا لو في صوف. غسيل الحله، دي دوره الغسيل الحله، بتملي الحله وبتحطي ازازه خل وبتعمليها كل كام غسله كده. تمام. هنا بقى بشغلها ازاي؟ انا عملت هنا تشغيل اون، فين صبعي اهو. تشغيل اون. هاجي هنا، انا بحب اعملها 12 عشان كده هي معمولة على 12. المية دافية، لا سخنة قوي ولا برد، عشان الهدوم تنضف برضه. وعايزة اقول لكم الدافي ده بتبقى المية سخنة يعني نوعا ما. تمام. هنا 12 لان طبعا 9 بيبقى قليل قوي و3 قليل جدا، فاهمين؟ الشطف 2، انا عاملاها على 2. الدوران السريع اللي هو العصر بعملها على 5 دقايق، حلو جدا. ايه ده بقى؟ هنا بقى مستوى المية، هنا مستوى المية. انتي بتشتغلي من هنا، يعني انتي خلاص خلصتي البرامج اللي انتي عايزاها، عايزة 12 دقيقة، عايزة مرتين، عايزة 5 دقايق عصر، بتيجي هنا وتقوم جاية مش شغالة اهو. طبعا عشان ما فيهاش هدوم، فهيجيلي هنا مستوى المية 2. هنا 1 2 3 4 5 6. تمام. بروح انا موقفة هنا كده اهو. ده مؤقت، وقوف مؤقت. هزودها انا مثلا كده لان طبعا هغسل. تمام. انا بعملها على 6 عشان بملاه اهو. الدرج بتاعي المسحوق اهو. هنا بحط المسحوق اللي هو اوكسي او اي حاجة. هنا المعطر بتاع الشرب. تمام اهو. المية دي بتيجي من هنا سخنة هنا ساقعة. انا هقفل بس المية عشان خاطر الصوت. تمام. طب انا طبعا ايه، عشان اتكيت على حاجة غلط فعملت لي دي 9، هعملها انا 12. هعمل ديت زي ما هما كده. طب انا هدوم ولادي بتبقى يعني فيها بقع وابني بيحبي وكده، انا بعمل هنا نقع اهو. نقع ساعة، عايزة نقع ساعتين، عايزة 3 ساعات، ما عنديش اي مشكلة لحد 3 ساعات نقع. تمام. هنا تجفيف بالدوران السريع، لو عايزة الهدوم تعمل بسرعة تعصر بسرعة. تمام. منع للتجعد دوت يعني لو انت مش عايزة الهدوم تشبك في بعض يعني، بس بتبقى الدورة بقى بطيئة،
فاهمين؟ تأخير التشغيل ده اهو ساعة، ساعتين، 3، 4. عايزاها بعد كام ساعة تشتغل. انا عايزاها الدورة ما تشتغلش مثلا غير بعد ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات. بعملها من هنا، فاهمين؟ اهو. طبعا انا عايزة اوقفها وهي ده ساعات كتير. المهم عندك هنا القفل لو مش عايزة العيال يلعبوا في الزراير دي، بتتكي هنا. بصوا بقى يا جماعة، الغسالة مميزاتها هي بصراحة كلها مميزات. طبعا دي شركة العربي اللي هي تبع توشيبا وتورنيدو وشرب. ده شرب. اما رحت اشتريها طبعا هي ارخص من توشيبا، بس هي نفس الشركة ونفس الخدمة ونفس خدمة العملاء وكل حاجة، لان شركة العربي شرب وتوشيبا وتورنيدو. الشرب دي ارخص من توشيبا وجميلة جدا، ما شفتش منها حاجة. المشكلة العيوب اللي كانت بتقابلني فيها ان انا ساعات لما كنت بغسل والاقي اطلع الهدوم الاقيها مجيرة من المسحوق، الاقي المسحوق عليها مجير والهدوم اتوسخت اكتر من الاول. المهم بقى فضلت متضايقة من المشكلة دي، وبقيت بغسل على النص اوتوماتيك وارجع تاني مثلا لو تعبانة. وكنت زهقانة جدا من الموضوع ده. حتى يعني مرة حرجتني، كنت غاسلة حماتي ملايات وكده، فراحت قالت لي يا بنتي الملاية فيها مسحوق. يعني انا بقيت في نص هدومي. المهم بقى بعد ما سألت ودورت وكده عرفت ان انا يعني اهو انا شغلت بملى الحلة وتحط المسحوق بتاعك هنا او في الدرج، بس المهم ما يكونش فيه هدوم، ما يكونش فيه هدوم في الحلة. بتحطي هنا المسحوق وبتسيبيهم يتغلغلوا كده مع المية تبوش، وبعد كده تحطي الهدوم بتاعتك. ما بقاش الموضوع ده موجود تماما. خلاص انا هملاها، هقفل عشان الصوت. بملاها وبحط المسحوق بتاعي واخليها تلف لفة او اتنين. الصابون بتاعي بوش او الاوكسي او اي مسحوق انت بتحطيه، بحط فيها مسحوق عادي. يعني دي من مميزاتها ان انت بتحطي فيها اي مسحوق، ملهاش مسحوق مخصوص. بقيت املى الحله واحط الاوكسي او اي صابون عندي وابوش الاريال وبعدين احط الهدوم. المشكله اختفت تماما. بقى ساعات بيجيلي هنا رموز. الرموز دي ما كنتش فاهماها ولا كنت عارفاها، لقيتها في الكتالوج. لقيت الرمز اللي بيطلع لي كل ما اشغل غساله، تيجي عند التشطيف اللي هو الشطف ده، والغساله تجيب لي رقم والميه تفضل على الهدوم وما تشتغلش. سألت عن النت محدش فادني. جبت الكتالوج وقعدت اقرا، لقيت كده فيه رموز لكل مشكله. لقيت الرمز اللي طالع لي اللي هو الفلتر عايز يتنضف، اللي هو ورا في الغساله من ورا يا جماعه من تحت. رحت فكاه ومنضفاه، راحت المشكله ايه؟ رايح المشكله راحت. هنا عندك فلتر اهوت، ده لازم ينضف. انا ما نضفتوش بقالي كام غسله بالمناسبه، هوريلكوا اللي بيبقى فيه. بصوا كده، والله انا كنت رايحه انضفه، قلت اما اعمل الريفيو على الغساله عشان اوري لهم اللي بيبقى فيه. شايفين اهو بكل سهوله اهو اهي. شفتوا ده من الغسيل ده عشان بقالي كام مش كام كمان، والله العظيم بقالي فتره ما نضفته. وده غلط وده اهمال مني، بس انا فعلا ما كنتش فاهمه الموضوع ده غير قريب، فعشان مش متعوده فبنسى ان انا انضفه. بتحطيه بقى بكل سهوله كده وتضغطي عليه، خلاص كده هو ركب. مشكلة بقى الوبرة اللي بتبقى على الهدوم بتبقى من الفلتر دي. عمر ما يجي على الهدوم وبرة ولا اي حاجة طول ما الفلتر نضيف. الفلتر عشان ما نضفش، المرة اللي فاتت الغسيل بتاعي ما كانش احسن حاجة، كان عليه وبرة. الحلة لازم تتغسل كل غسلتين 3 5، عشان ما افتيش واقول مثلا ان انا بعملها كل غسلتين 3 بإزازة خل. لا، كل مثلا كام غسلة كده بعمل مثلا غسيل الحلة اهو بتعمليه وبتحطي ازازة الخل، بتخلي معاكي الغسيل نضيف جدا. طبعا بقى عايزه تحطي الابيض لوحده بتحطي كلور، بيبقى بيبيض الهدوم وبيخليها حلوه. الوان بحط كلوركس الوان. فانتوا براحتكم. الغساله اللهم بارك ما فيهاش اي غلطه. الغساله تحفه جدا، خدمه العملاء فوق الممتاز. يوم ما جبتها رنيت على خدمه العملاء عشان يجوا يركبوها لي، جالي في يومها. والله لا، انا جبتها بالليل، هو صباح جالي الصبح، بس انا ما رنيتش عليه غير الصبح.
ببص لقيته بيرن عليا، ايوه يا فندم داخل عليك. خدمة في منتهى الجمال ومنتهى يعني الذوق، مبياخدش منك جنيه، ما بيشربش كوباية شاي عندك، وبيتكلمك بكل ذوق وبيفهمك كل حاجة وبرامجها بكل حاجة، بكل اريحيه وكل ساعه ترحب كده، يعني مش مأنب، مش عايز يمشي، مش متضايق. لا، فالغساله اللهم بارك فيها مميزات تحفه. وكمان يعني لو هشجع او هرجح دي. انا كان عندي واحده تانية بس باظت لسبب ما، فبدل ما اصلحها بصراحه انا جبت دي وركنتها. وعندي النص اوتوماتيك بتاعت في الحمام، اما بيبقوا الولاد مثلا موسخين هدومهم قوي، وابني بيبقى الهدوم حاسه ان هي مش هتنفع معاه دي، لان دي برضو مهما كان مش التنظيف 100 عشان مبقاش كداب، بعملهم في النص اوتوماتيك. متنسوش بقى تحطولي اللايك وتشيروا الفيديو ده، لان الفيديو ده ناس كتير بتبحث عنه، وتكتبولي رأيكم، او لو انتوا جبتوا اجهزة تانية احدث من دي واحسن من دي اكتبولي عليها في الكومنت. بس كده، مش عايزة اطول عليكم، مع السلامة.